إلى سعادة الأخ عبد الله بن محمد الجوشي ممثل ولاية المصنعة. شكرا معالي الوزير. معاليك، بالرجوع إلى البيان الوزاري نجد أن هناك تحديات بالنسبة للوزارة، وعندما نرى هذه البنود أكثر من 10 بنود نجد أن وزارة السياحة لا ناقة لها ولا جمل فيها. البنود والتحديات، فكيف لنا برسم استراتيجية للوزارة وخطة ونحن لم نتجاوز هذه المعوقات ولم نتجاوز هذه التحديات؟ يا معاليك، معاليك رقم 10 يقول ضعف الوعي العام بأهمية القطاع السياحي، الأمر الذي يعيق العملية التنموية. ممكن لك معاليك تفهمنا ايش تقصد بها؟ هل تقصد عدم تعاون بعض المواطنين في عمل مشاريع سياحية؟ وإذا كانت هذه الإجابة بنعم، هنا سؤالنا يعني السؤال يقول: أين دور السلطة في تنفيذ مشاريع تهم اقتصاد البلد في الجانب الأول؟ معاليك، السلطنة مرت بأزمة قبل أشهر ولا زلنا نمر بها، ولا زال الاقتصاد وكل الأعين على السياحة، والكل يحمل وزارة السياحة الحمل الأكبر. ونحن نطالب من هذا المكان أنك توصل رسالتنا إلى مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة السياحة في أسرع وقت وتذليل كل العقبات والصعوبات، ونحن مستعدين للتعاون ومساعدتكم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا معاليك، طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 15/2 عن قرب الاتفاق بين الوزارة ومستثمر لإنشاء مشروع ترفيهي عائلي بولاية المصنعة على مساحة 5 مليون متر مربع. ما صحة هذا الخبر يا معاليك؟ وممكن تعطينا شوية كذا بريف سريع عنه هذا الموضوع. الموضوع الثالث يا معاليك، السوادي، موقع السوادي، هذه رسالة محمل بها من أهالي ولاية المصنعة وبركة. السوادي تمر يعني أزمة، فمحتاجة إلى تعاون وإنقاذ. معاليك، لا يوجد بها أي مشاريع تنموية وسياحية، فيها فندق واحد فقط. وللعلم الله أعلم إذا عندك هذه المعلومة ولا لا، أن هذا الفندق عاد ل4 أشهر لم يدفع رواتب الموظفين حتى، وتوقف العمل شبه مشلول. كانت عندنا المدينة الزرقاء وأصبحت سوداء صراحة. اليوم يا معاليك، السائح لما يجي السوادي يفتقر لكل المقومات السياحية. تخيل يا معاليك، السائح إذا يريد يطلع البحر يأخذ جولة في البحر يركب في قارب صيد بحري، يفتقر لكل حتى سترة النجامة موجودة، حد يركبوه ب5 ريال، حد ب10 ريال، حد بريال، حد يعني ما في أبدا آلية تنظم عمل السياحي في السلطنة. سؤالي الأخير يا معاليك، سؤالي الأخير: ما هي الجهة التي تحمي السائح العماني أو السائح الداخلي في السلطنة؟ السائح المواطن يا معاليك ذو الدخل المحدود لا يجد مكان يذهب إليه في الصيف إلا ويجد الأسعار ما شاء الله حدث ولا حرج. يعني هل يعقل اليوم أنا أذهب إلى أحد المناطق، أنا ما أريد أذكر أي محافظة وأي منطقة لكي لا يزعل أو يأخذوا في خاطرهم لإخواننا، بعض المواقع الشقة ب20 ريال اليوم يا معاليك، يروح في الصيف وفي الخريف بتحصلها واصلة 150 ريال. لما نتكلم معاهم يقول لك والله هذا موسم. إيش موسم يا معاليك؟ معروف في الصيف هو موسم السفر لكل العالم، كل الوجهات، من يسافر فينا غير الصيف عشان السياحة. نسكن في كوالالمبور، أفضل شقة في ماليزيا ما تتعدى $100 40-50 ريال، وأروح لي في مواقع سياحية عمانية يعني والله ما تعرف حتى وين تروح تودي أولادك فيه. بعطيك مثال: ولاية المصنعة فيها فندق الميلينيوم، هذا يعتبر فندق يعني 5 نجوم. لما يجيني أحد الأصدقاء يتصل فيني يقول لي أنا جاي مصنعة، أنا موجود في الولاية اليوم وساكن في الفندق، وين أروح بكرة؟ والله صراحة ما أقول لك غير تعال تفضل تغدى معي البيت، ما حصل مكان أودي معاليك. ما في أماكن، يعني ما في أماكن ترفيهية سياحية. أقرب مكان هو السوادي، والسوادي مثل ما خبرتك عنه. احنا نريد يا معاليك شوية تفعيل دور السياحة بصورة أفضل. جزاك الله خير.
شكرا سعادتك. نبدأ من الميلينيوم. لم أفهم، هل تقصد بأن لا توجد فيه غرف يعني مشغول ولا سعر الأسعار مرتفعة؟ كم؟ أي ما في وجهات يعني نعم سياحة داخلية. هو نشاط بحري يعني تقصد. اي هذا يعني وما يحب البحر ما يصير عبري. طيب، فيما يتعلق ذكرت هذا الاستراتيجية وغير ذلك سوف نتحدث إن شاء الله فيه بإسهاب. تحدثت عن السوادي البارحة، أنا تحدثت عن السوادي وبينت الأسباب. فيما يتعلق بفندق السوادي أنا يعني على علم به، وحتى جهة من الجهات تواصلت معنا للوقوف على الأسباب التي تجعل صاحب المشروع لا يدفع الرواتب. تم حتى التواصل من خلال النقابة، وإن شاء الله هذا الموضوع سوف يعالج يعني في الأيام هذه إن لم يكن عولج يعني. تحدثت عن المشروع اللي في المصنعة. هذه أرض سعينا للحصول عليها منذ سنوات، لأن لما لاحظنا بعض المستثمرين لا يرغبون بإقامة مشاريع ترفيهية كبيرة خارج حدود محافظة مسقط بحجة عدم الجدوى الاقتصادية والكثافة السكانية وغير ذلك، ولكن لم نستطيع أن نحصل على أرض كبيرة. القصد بأن يكون هنالك مشروع متنوع، يعني فيه ألعاب، فيه حديقة مائية، فيه من يعني حديقة مصغرة للحيوانات وغير ذلك. وجدنا مثل هذه المشاريع هي التي تكون أكثر جدوى وأكثر إقبال على من طرف المستثمرين. كلها طبعا يعودوها إلى أن عدد المرتادين قليل وغير ذلك هم يقولون، وهذا بالنسبة لنا احنا نرى أنه هنالك نعم. فيما يتعلق بهذا المشروع، مستثمر عماني يعني عمانيين، وحقيقة لهم يعني مكانة في السوق الآن، لديهم مشاريع في مجال السياحي، وإن شاء الله قريبا يعني خلال هذا الشهر سوف يقدموا المخطط العام لهذا المشروع. شكرا سعد.